السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم مطبخ جورة. كنتمنى يا ربي الفيديو ديال اليوم يلقاكم على خير وبخير. اليوم ان شاء الله وصفه ديالي هي وصفه ديال الغريبه المعلكه اللي كتكون بالكوك والسميده. هاد الغريبه هادي بزاف ديال البنات اللي ما كتصدقش ليهم كيديروها في الفران وما كطيبش ليهم مزيان، ما كتحلش ليهم. فاليوم ان شاء الله جبت لك وصفه ناجحه 100%، واكيد من اول مره غادي ديريها فتبعي غير الطريقه وان شاء الله غادي تصدق معك. ولا كنتي اول مره كتزوري القناه وعجبك المحتوى ديال مطبخ جوره فكنتمنى يا ربي تشتركي فيها وتفعلي زر الاشتراك باش دائما توصلي بالجديد. وكنقول لك مرحبا بك، تبعي معايا ان شاء الله الوصفه حتى الاخر. فبسم الله على بركه الله. عندي هنا رابعه ديال السميده، يعني هي 250 غرام ديال السميده الرقيقه اللي كتكون خاصه بالحرشه، يعني كيف ما كتشوفوا معايا هنا في الفيديو كتكون بحال هكا رقيقه. غادي نعبر معكم بالكاس ديال العنبه ملي كنبغي نضيفها من بعد على الخليط. عندي كذلك هنا رابعه اللي هي 250 غرام ديال الكوك. بالنسبه للكوك كناخذوا الكوك اللي كيكون ميدم. باش كنعرفوا ان الكوك ديالنا ميدم، هنا كيف ما كتشوفوا معايا كنحاول بحال هكا كنورق عليه بالرؤوس ديال الاصابع ديالي بهذه الطريقه هذه، وكنشوف ان داك الكوك ديالي ميدم. فهذا هو الكوك اللي كيكون ضروري نستعملوه في هذه الغريبه هذه. الا درنا الكوك اللي ناشف فما غاديش تصدق لكم الغريبه. هنا بينتها لكم شويه قريبه في الكاميرا باش تشوفوا كيفاش خصو يكون هذا الكوك. هذا خصو يكون بحال هكا الكوك اللي شويه مجموع. من بعد عندي هنايا 200 غرام ديال السكر سنيده اللي هي بقياس ديال كاس ديال العنبه كاس، وعندي نص كاس ما كاملش، يعني تقريبا 4 كاس فايت شويه، ما نكملوش نص كاس ولكن غادي نديرو 4 كاس فايت شويه. غنستعمل كيس ديال الفاني، وعندي كذلك كيس ديال الخماره ديال الحلوى. غادي نستعملوا كذلك 3 ديال البيضات اللي كانوا كبار، الا كان عندكم البيض صغير فغتستعملوا 4. عندي 2 معالق كبار ديال المربى ديال المشماش، او ممكن فانا هنا عفوا استعملت مربى ديال البرتقال. الا متوفر عندكم كذلك حتى ديال المشماش ماشي مشكل، حتى المشماش كتجي زوينه به هاد الغريبه هذه. عندي كذلك برتقاله اللي حكيتها. عندي كذلك شويه ديال الملحه، كاس ديال الزيت ما يعادل 150 مليلتر. باش كنسهلوا على راسنا الخدمه وما كنبقاوش هاد الغريبه هذه كنبقاو كنخلطوها، فانا هنا غنستعمل معكم المضرب الكهربائي، كتجي به احسن وكتكون واحد النتيجه اسرع. غناخذ هنا اناء وغندير فيه 3 ديال البيضات، وغادي ندير داك الكيس ديال الفاني، وغادي ندير سكر سنيده. غادي نخلط مزيان بهذاك المضرب الكهربائي حتى كيتخلط ليا داك الخليط ديالي بحال اننا كنطربوا الخليط ديال الكيك. المهم اللي عندنا مهم هو اننا داك السكر يذوب لينا، وهذاك الخليط ديالنا كيولي بحال هكا ابيض، وكيكون عندنا شويه خليط اللي هو عاقد. صافي من بعد غادي نبقى نكب بحال هكا الزيت بالتدريج شويه بشويه، وانا كنخلط بهذاك المضرب الكهربائي. ممكن ديروها في الخلاط اللي كنستعملوا العصير ماشي مشكل، ولا عندكم الوقت ممكن ديروا غير المضرب اليدوي، ولكن راه كتشد شويه ديال الوقت. الطريقه هذه اسهل وكتكون انجح. هنا من بعد ما كنخلطها تقريبا واحد 3 ديال الدقائق، غادي ناخذ هنايا قصريه وغادي نكب فيها داك الخليط ديالي كامل. ما كتشوفوا هنا في الفيديو كيكون بهذا الشكل. هذا الخليط ديالنا كنتاكدوا ان هذيك السكر حبيبات داب لينا. صافي ونكبوا في هذه القصريه. غادي نزيدوا عليه داك المحكوك ديال البرتقاله، وغادي نزيدوا داك 2 معالق كبار ديال المربى ديال البرتقال. ممكن تستعملوا كما قلت لكم في الاول المربى ديال المشماش ماشي مشكل. غادي ندير شويه ديال الملحه، تقريبا واحد القبيصه ولا واحد 4 معالق صغيره. وغادي ندير كيس ديال الخماره ديال الحلوى، نغربلوا هذيك الخماره باش ما كيبقاوش لينا داك الحبيبات ديالها. صافي وكنخلطوا هنايا. انا في الاول كندير هاد الطريقه هذه، كنخلط كلشي، عاد من بعد كنضيف الكوك ونضيف السميده، يعني حتى داك الخميره هي كنديرها في الاول باش كتخلط لي مع داك الخليط ديالي. صافي هنا بعد ما كنخلطها مزيان كيف ما كتشوفوا معايا غادي ناخذ ونعبر معكم الكوك. فبالنسبه للكوك انا استعملت هنايا قلت لكم في الاول 250 غرام اللي هي رابعه. غادي نعبروها بالقياس ديال كاس ديال العنبه اللي هي 3 ديال الكيسان اللي كانوا بحال هكا يعني معاهم عامرين وحتى الفوق كما كيبان لكم هنا في الفيديو. وعندي الكاس الرابع اللي تقريبا كاس لاروب. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا في هذا الفيديو هذا شوفوا معايا الكاس كيفاش داير، يعني داك الكاس راه كيبان لكم بحال شويه بحال ما مضبب يعني ميدم، يعني داك الكوك اللي استعملت انا ميدم. النجاح ديال هذه الغريبه هذه يعني خصنا نستعملوا كما ذكرت لكم في الاول الكوك خصو يكون ميدم. فطريقتي اللي كنستعمل كنخلط المكونات ديالي وكندير الكوك، كنخدم هذاك الكوك مزيان مع داك الخليط حتى كيتخلط لي داك الكوك مزيان كيف ما كتشوفوا هنا في الفيديو، حتى كيتخلط ليا مزيان تماما. عاد ديك الساعه كنبقى كنضيف السميده شويه بشويه. فانا هنا عبرت الكاس الاول وغادي نكبو ونخلط غير بشويه، ما كنجيش ونكب لا،
في الاول درت الطريقه في الاول مع الكوك، ولكن مني كنبغي ندير السميده كب بالتدريج حتى كنحصل على الخليط اللي انا بغيت. هنا من بعد غادي نضيف الكاس الثاني. صافي كما كتشوفوا معايا كيكونوا هادو هما بالنسبه للقياس ديال السميده. فاستعملت انا هنا 2 كيسان اللي هي 250 غرام، يعني رابعه. هنا من بعد ما كنضيف داك الكاس الثاني كيف كتشوفوا معايا كنخلط مزيان، ولكن ما كنضيفش مازال السميده. صافي يعني داك 2 كيسان كانوا كافيين كنخلط هذيك السميده ديالتي. واخا شويه كتبان لي انها باقا شويه كتلتصق معايا، غادي نغطيها بهذا الصحن هذا ونخليها واحد 5 ديال الدقائق بما كنوجد بحال نوجد الميزان، نوجد الصينيه اللي غندخل الفران، نغربل السكر كلاصي سبيسيال هذاك الساعه، وكنلقى بحال هكا واحد شويه نشفات. هنا كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما كتكون نشفات بهذا الشكل هذا غادي ناخذ الميزان وغادي ندير فيها قياس ديال 21 غرام كما كتبان لكم هنا في الفيديو. كناخذ كنعبر وكنبقى بحال هكا كنكورها. فانا هنا غنطول معكم شويه الفيديو باش تشوفوا ان السميده ديالتكم يعني الغريبه ديالتنا بالسميده خصها تكون بحال هكا، ما تكونش جاريه وفي نفس الوقت ما تكونش ثاني قاصحه. انا كما كتبان لكم راه شويه كتلصق ليا في يدي، كتلصق ليا شويه حتى فوق الميزان كتلصق ليا، فماشي مشكل بما انني انا غادي نكورها ونعبرها فغتنشف مازال. الا شتوها كتلصق لكم في يديكم بزاف غدهنوا يديكم بشويه ديال المزهر وتبقاو بحال هكا كتعبروا. المهم خصنا نعبروا 21 غرام، ممكن ديروا 20 ممكن ديروا 21، انا هنا درت 21. صافي كنعبر وكنبقى بحال هكا كنكورها. فهاد هي السر النجاح ديال الغريبه ديالنا. تبعوا غير الطريقه اكيد ان شاء الله غتنجح معكم. هنا من بعد ما كنكمل الكميه ديالي، فتقريبا هاد الكميه هذه اللي استعملت ديال الكوك والسميده فعطاتني تقريبا 50 حبه اللي كانوا بالوزن ديال 21 غرام. هنا كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما كنكون نكمل كلشي غادي ناخذ هنايا معكم السكر كلاصي اللي هو سكر كلاصي سبيسيال، يعني سكر بودره. انا استعملت هاد الماركه هذه روميساء كتجيني احسن. غادي نغربلو في هذاك الاناء. كناخذ الغريبه ديالتي وهانتوما كيف ما كتشوفوا معايا حتى الطريقه كذلك باش اننا نديروا ليها السكر حتى هي مهمه. كناخذها وكنحطها وكنبقى بحال هكا كنكب عليها داك السكر كلاصي وكنبقى بحال هكا كندورها. يعني كيف ما كتبان لكم هنا في الفيديو شوفوا معايا الطريقه اكثر. كنحطها وكنبقى بحال هكا كنكب عليها سكر كلاصي وكنعمرها مزيان بسكر كلاصي. كيف ما كتشوفوا معايا انا واخا هنا كيتكب ليا الصينيه ماشي مشكل، يعني اللي مهم عندي انها تكون عامره مزيان بالسكر كلاصي كيف ما كتبان لكم هنا في الفيديو. صافي مني كنهزها ما كنضغط عليها ما والو، يعني كنخليها في نفس الشكل ديالتها كنحطها وثاني نرجع لوحده اخرى تاهي نفس الطريقه نكب عليها سكر كلاصي بحال هكا كندورها ما بين يديا بجوج وكنقادها ونحطها في الصينيه ديال الفران. المهم الطريقه راه باينه لكم اكثر. درت هنا الصينيه الاولى ولكن ما طيبتهاش حتى كنكمل كلشي باش ثاني ملي نبغي نطيب كنحطهم ثاني في الفران باش ما يتحرقوش ليا. يعني درت الصينيه الاولى خليتها في الجانب ودزت ثاني للصينيه الثانيه وحطيتها كما ذكرت لكم في الاول. فتقريبا هاد الكميه هذه خرجت ليا 50 حبه. صافي وهنا نفس الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا كناخذ هذيك الغريبه كندير في هذاك السكر كلاصي بنفس الطريقه كما كتبان لكم هنا في الفيديو. هنا من بعد ما كنكملها كامله وكنضغط عليها من الفوق غير بشويه، يعني ماشي بزاف غير بشويه بحال هكا باش كتفتح ليا، ولكن حتى كنكمل الكميه كامله هنا كيف ما كتبان لكم في الفيديو. كذلك بالنسبه للطياب ديالتها، انا هنا ملي كنوجد الصينيه الثانيه كنشعل الفران ديالتي. خص الفران يكون سخون، فانا في الاول كنشعل من الفوق ومن التحت. بالنسبه للفران ديال الكهرباء كنشعل عليه من الفوق ومن التحت كنخليه حتى كيسخن مزيان. كندخلها طيب ولكن كنحطها في الطبقه الاولانيه يعني الطبقه التحتانيه وكنشعل عليها من التحت ومن الفوق على نار اللي كتكون 160 درجه وكنخليها حتى كتحمر. هنا كيف ما كتبان لكم في الفيديو انا دابا راني درتها. بالنسبه كذلك للناس اللي عندهم الفران ديال الغاز نفس الطريقه غتشعلوا الفران ديالكم غير من التحت حتى كيسخن الفران ديالكم وتنقصوا عليه بحال الطريقه اللي كنطيبوا بها الكيكه وتخليوها ما تحلوش عليها حتى كدوز واحد 3 ديال الدقائق. هذيك الساعه كتحلوا عليها باش كتحمر لكم بالنسبه لهذا الفران ديال الغاز. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما كتكون حتى كتبرد كنقدمها بحال هكا في صحن ديال التقديم كنحمرها كتجيب هذا الشكل هذا كيف ما كتبان لكم هنا في الفيديو. تبعوا ان شاء الله غير الطريقه والمقادير يكونوا مضبوطه كما قلت لكم بالغرام وكذلك بالكاس ديال العنبه ان شاء الله غتنجح معكم هاد الغريبه هذه. انا طولت لكم شويه الفيديو باش تشوفوها اكثر باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي. حتى القياس اللي استعملنا ديال 21 غرام جاو عندنا هذوك الحبيبات ديالنا مقادين. هنا غنبين لكم حدا عن قرب. شوفوا معايا مني قطعتها بهذاك السكين دغيا تقطعات لينا انها هشيشه دغيا كتهرس ودغيا كتحل يعني ماشي قاصحه. شوفوا هنا من الداخل كذلك شوفوا معايا كيفاش كتجي معلكه
وكتجي بنينه. وبالنسبه للحلاوه هي هذيك، وخا استعملت فيها 200 غرام ديال السكر جات هي هذيك في الحلاوه، يعني ما تزيدوش وما تنقصوش. كيف ما كتبان لكم هنا في الفيديو كتكون بحال هكا الغريبه ديالتنا معلكه. وكتكون هذه الوصفه ديالي ديال اليوم. كنتمنى يا ربي تعجبكم، وكنتمنى انكم تجربوها في هذا العيد، والله يدخل عليكم هذا العيد بالصحه والسلامه وما تمنيتو ان شاء الله. كتكون حتى لهنا الوصفه ديالنا ديال اليوم انتهت. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. ما تنساوش الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه وعجبكم المحتوى ديالها فضغطوا زر الاشتراك باش دائما توصلوا بالجديد. خليتكم في امان الله، مع السلامه في وصفه جايه ان شاء الله.